الاهلي بيحقق فوز كبير على جورماهيا الكيني بنتيجه 3-0 وبيحسم التاهل لدور المجموعات. وكلمه السر كانت في بيرسي تاو اللي كان يعتبر مفاجاه في التشكيله النهارده، لكن قدم اداء كبير جدا. طب انت شايف ان بعد الاداء ده الاهلي برضه يفكر في بيعه ويجيب جناح ولا لا؟ فالاهلي بدا الماتش بضغط عالي واستحواذ، وقدرت في 13 دقيقه بس انك تجيب جولين. الهدف الاول عن طريق رامي ربيعه، وازاي السردباك يبقى موجود في ال 18 ويهدف، والهدف الثاني عن طريق الضغط اللي عمله امام عاشور فخلى بيرسي تاو يجيب الجون الثاني. واللي عجبني اكتر ان الاهلي بعد الهدفين قال لا، انا هتحكم في الماتش واقلل مجهودي واريح اللعيبه. والشوط الثاني لما بدا اثبت الكلام ده اكتر، ان الكوره كانت موجوده في نص الملعب، اللعيبه فعلا انا خلاص كسبت وضمنت الماتش، اريح وعلى فترات اعرف امتى اهاجم. ده غير المكاسب اللي كسبها كولر عن طريق ذكائه في التبديل لما بدل عمر كمال وقفشه وكمان طاهر. وهنا بيرسي تاو يجيب الثالث عن طريق مجهود كبير جدا من طاهر. والاهلي كان قادر انه يزود النتيجه، لكن حط في اعتبار الارضيه وكمان الجو. والاهلي